بص انا مش معايا راس مال وعايز افتح بزنس، اعمل ايه؟ طيب بص، هو موضوع الفلوس ده من المواضيع اللي الناس كتيره بتقعد تشغل بالها بيها زياده عن اللزوم. طبعا اول حاجه في تمويل اي مشروع طبعا يفضل لو انت معاك فلوس. طيب انت معكش فلوس، ممكن تشوف شركاء يكون الشركاء دول يعني معاهم فلوس، يبقى حد مثلا بالفلوس وحد بيشتغل بالمجهود. طيب مفيش لا ده ولا ده، بتبتدي تدور بقى على حد يدي لك الفلوس دي. يعني دايما بنقول الفاميلي اند فريندز، اللي هم العيله بتاعتك واصحابك، هم اكتر ناس ممكن يخاطروا معاك، اكتر ناس ممكن تسلفك، اكتر ناس ممكن تساعدك في حته المشروع. طيب الخطوه اللي بعد كده في ناس بنقول عليهم اسمه الانجل انفستورز او المستثمرين، بس بيبقى مستثمر هو عايز يحط فلوسه وما بيتدخلش معاك في حاجه ولا بيفكر في اي تفاصيل. ومنهم بعض الناس بتدي الفلوس دي من غير ايكويتي، يعني من غير نسبه في الشركه بتاعتك او في المشروع بتاعك، ودول كتار مش قليلين. يعني المفاجاه ان هم مش قليلين. يعني في كتير بيستغرب اول ما بقول له المعلومه، يقول ايه ده، هو في ناس هتديني فلوس كده ومش عايزه مني حاجه؟ في ناس بتعمل كده. يعني في مؤسسات وهيئات وتابعه للدوله بتدي فند للمشاريع الصغيره او الستارت ابس، يعني فند كده ما بيسالكش حتى انت صرفته في ايه. اماكن كتيره يعني حاضنات الاعمال ما فيش اكتر منها دلوقتي في مصر. وبس شطارتك ان انت تكون فاهم بزنس كويس وعارف ازاي ان انت يعني تقدر تعرض فكره مشروعك بالطريقه اللي تقدر تجيب بيها فند. من ضمن الحاجات برضو، بس دي يعني في مرحله متقدمه شويه، فكره بقى ان انت تعمل شراكات وتدخل مستثمرين بقى بارقام. بس دي يعني ليتر اون، يعني مش هتفكر فيها في المرحله اللي في الاول اللي لسه انت بتبدا فيها بزنس. ففي سورسز كتيره، زي ما بنقول ان انت ممكن تجيب الفلوس من نفسك او من شريك معاك او من الاهل او من الصحاب او من الانجل انفستورز. دول اللي في المرحله اللي في الاول خالص في المشروع تقدر ان انت تاخد منهم فلوس.